Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. هالو ايفرو، معكم روني كتي فيديو جديد او بالاحرى في قصه جديده. كنت اخر مره درت لكم واحد القصه اللي كانت بعنوان ديال فتى داخل الصندوق. اليوم غادي تكون عندنا قصه جديده ولكن بعنوان مشابه ولكن بعنصر نسوي، واللي غادي تكون القصه اليوم بعنوان ديال فتاه داخل الصندوق. فإذا كنتي من محبين ديال هذا النوع من القضايا او هذا النوع من القصص، ما تنساش تخلي لنا واحد لايك، ديك العيبه الحمراء ترجع بيضاء، ودير لنا كومونتير، وما تنساش ديك زر الجرس حتى هو كليك عليه. وايضا واحد الحاجه اللي كنانسيستي عليها ديما في كل فيديو ديالي واللي هي البارطاج. فالبارطاج ديالك عزيزي المشاهد كنوصل بزاف ديال الناس، منها كيشوفوني ومنها كتموتيفيني انايا باش انني نزيد نحط لكم بزاف ديال الفيديوهات. ما نطولش عليكم بزاف المقدمه، نبداو القصه ديالنا. في السنه ديال 1977 وبالضبط مدينه ديال يوجين الامريكيه، تلقى واحد الفتاه عشرينيه اتصال من صديقه ديالها وغادي تقول لها بلا راه عندي عيد ميلاد وخاصك ضروري تحضري معايا فيه. البنت بغات بكل سرور ولا غدا غادي توجد وغادي توجه نحو البيت ديال الصديقه ديالها، وهذا غادي يكون هو اخر نهار غادي تشوف فيه الشمس سنوات. القصه اللي غنعاود اليوم هي من ابشع القضايا اللي دازوا في التاريخ ديال امريكا، وتصنفات من أسوأ القضايا اللي دازوا في مكتب التحقيقات الفيدراليه الاف بي اي، وايضا من أسوأ القضايا اللي يمكن لك تسمع لهم انت عزيزي المشاهد. فشنا هي هذه القضيه وشنو وقع لهاد البنت وكيفاش ما شافتش شي سنوات؟ هادشي كله غنشوفوه في الحلقه ديالنا اليوم. معكم مروان، نبداو القصه ديالنا. في السنه ديال 1970 غادي يتخرج واحد الشاب الاسم ديالو كاميرون هوكر من المدرسه ديال الثانويه، وغادي يبدا الخدمه ديالو في واحد المعمل ديال الخشب. كانت في عمره 19 عام. كاميرون غادي يتلاقى بفتاه الاحلام ديالو اللي كانت سميتها جانيس واللي كان في عمرها 15 عام. جانيس كانت كتعيش مع عائلتها اللي كانوا مدينين بزاف، فكانوا ما كيخليوها لا تهضر مع حد لا تخرج لا حتى حاجه، وحتى الصداقات ديالها كانوا قليلين بزاف. فمورا ما شافوا عائلتها كاميرون غادي يرتاحوا ليه، حيت كيشوفوه دري باقي صغير كابابل وقاد براسو. هادشي يخلي انهم يسمحوا ليه باش انه يتعرف على جانيس وتعرف عليه. فاش كانوا كيتعرفوا على بعضياتهم، جانيس تبقى تعاود الكاميرون على المعاناه ديالها مع عائلتها وكيفاش انهم كيعاملوها خايب وانهم كيفاش هاملينها وانهم ما كيتهلاوش فيها. هادشي اللي غيخلي النفسيه ديالها محطمه. فكاميرون كان متفهمها وكان كيعبر على الاهتمام ديالو بها والحب ديالو ليها، وكان كيتهلا فيها وكيجيب ليها الورد الكادويات وكذا. فجانيس كانت كتشوف هادشي شي حاجه اللي واو، شي حاجه اللي كبيره. فكاميرون كان كيقول لها بانه غنبقى بحال هكا معاك ونتهلا فيك مزيان، ولكن بشرط واحد، هو انك غتشاركي معايا بعض الهوايات ديالي. جانيس شافت هادشي شي حاجه عاديه، قالت ماشي مشكل، هادشي اللي كيدير معايا راه ما كيديروا معايا لا با لا امي، راه عائلتي اللي عائلتي كامله وما كديرش معايا هادشي. فغادي توافق وداكشي اللي كان. كاميرون غادي تقدم لجانيس وغيطلبها من عائلتها، وعائلتها غادي يقبلوا وغادي يتزوجوا وغيديروا العرس، ومن بعد عامين غادي يولدوا واحد الطفله. كاميرون كان كيمشي بالصباح للخدمه وفي العشيه كيرجع جايب معاه الحاجيات اللي خاصه للدار وداكشي اللي خاص للدار. المهم بقات غادي الايام بحال هكاك، ايام وشهور واعوام، وبالضبط نهار ديال 19 ماي من سنه ديال 1977 غادي يقرروا انه غادي يخرجوا بالطوموبيل باش يفوجوا شي شويه ويقضيو شي حاجات ديالهم ويرجعوا. فداكشي اللي كان غادي يخرجوا يركبوا في الطوموبيل وغادي يقطعوا الطريق. فهما غاديين في الطريق
ضربوا واحد المسافه غادي تبان لهم واحد البنت كدير اوتو ستوب. البنت كيبانوا ليها جوج ديال الناس، راجل ومراته جايين في الطوموبيل. قالت هادو راهم ناس باينين مزيانين، فبقات كتشير ليهم. جانيس وكاميرون غادي يوقفوا لهذيك البنت وغادي تقول لهم ديك البنت عافاكم وصلوني معكم في طريقكم، قربوني شي شويه. كاميرون غادي يوافق وغادي يطلع معاهم. فمورا مركبات معاهم حتى شي واحد ما عرف شنو وقع. قبل ما نعرفوا واش وقع خلينا نتعرفوا بشكل سريع على شكون هي ديك البنت. هاد البنت سميتها كولين ستان، في العمر ديالها 20 سنه، وزاد طفوله عاديه يعني كما كلشي، مع الاب ديالها والام ديالها وجوج ديال خوتها. كولين غادي تكبر واحد شويه، غادي تطلق والديها، غادي تتزوج، والاسباب غير معروفه غادي تعاود تطلق. فغير تطلقات غتقرر انها غتعاود حياتها من الزيرو، وداكشي اللي كان. تعرفت على اصدقاء وكونت صداقات معهم. فغنرجعوا الاول فاش قلت لكم انها تلقات اتصال من الصديقه ديالها وقالت لها بلي راه خاصك ضروري تحضري معايا داك العيد ميلاد. فهي غادي تجاوبها وغتصدمها وغادي تقول لها بانها راه ما غيصلحش ليا، راني عندي شي شغال وعندي شي مشاكل ضروري خصني نحلهم هما الاولى، نعوض عليك مره اخرى. ولكن كون غير كتقول هادشي فري. فهي كانت دايره لصاحبتها مفاجاه، وهي انها تحضر معها زعما داك العيد الميلاد، يعني تفاجئها بديك الحضور ديالها. المهم لا غدا غادي توجد وغادي توجه كما قلنا للطريق وتبقى دير اوتو ستوب. فهي كانت كتفادى دوك الطوموبيلات اللي كيكونوا فيهم الرجال بوحديتهم، ولا شي طوموبيله كتبان ليها مشبوهه، كانت كتفاداهم انه فاش كتكون كتشير كيبان لها طوموبيل ماشي هي هذيك كتوقف في يديها. فكما قلت لكم غيبانوا ليها دوك الزوجين، قالت هذا احسن اختيار غادي ندير. فوقفاتهم وركبات. من بعد اليوم كاع ما غترجع لدارها. صحابها في الليل كيشوفوا الليل طاح، كورين مازال ما جاتش. قالوا او انت كيفاش هادشي، وراكم عارفين في داك الوقت ما كاينش التليفون يعني باش انهم يعيطوا عليها في التليفون كذا. قالوا واقيلا ان البنت راها بغات تبقى مع صاحبتها يعني هذا النهار هذا، ولا غدا غادي تجي. النهار الثاني ما جاتش، النهار الثالث ما جاتش. هنا صحابها غادي يتقلقوا وغادي يتصلوا بالاب ديالها وغادي يقولوا له باللي راه كورين ملي مشات عند صاحبتها راه كاع ما جاش للدار. فهنا الاب ديالها بالزربه غادي يعيط على البوليس وغادي يقول لهم بلي راه الابنه ديالي راه مفقوده. فالبوليس غادي يتحققوا من الامر وغيكتشفوا بان زعما راه مشات لذاك العيد ميلاد ديال صاحبتها. فهنا غادي يقلبوا على النمره ديال ديك صاحبتها وغادي يتصلوا بها، غايقولوا ليها واش جات عندك كولين. فالجواب اللي غتجاوبهم غادي يصدمهم كامل. غتقول لهم انا اصلا كاع ما جات عندي لهنايا وكاع ما حضرات معايا، وراه كانت قالت لي بلي انا راه عندها شي مشاكل وخصها ضروري تحلهم. فهنا غادي يبدا ليا البحث في كل بلاصه. فبالتاكيد راكم كتسولوا على شنو وقع داك النهار. فغنقول لكم ديروا السنطه واستعدوا لهادشي اللي غنقول لكم، حيت راه فريمون هادشي اللي غنعاود لكم وهاد المواقف وهاد الشيء اللي وقع ليها هي شي حاجه اللي كتخلع، اللي راه ما يقدرش يستوعبها الانسان العادي. فبلا ما نطول عليكم نبداو نمسكي. فمورا ما ركبت معاهم غادي يقطعوا الطريق وغادي يمشيو واحد شويه وغادي يوقفوا في واحد الستاسيون. فوقفوا ديك الستاسيون باش انه يعمر ليسانس في الطوموبيل. فغادي يهبطوا كاملين وكولين غادي تمشي للمرحاض وغادي تبقى جالسه تما كتفكر دوك الشوفات اللي كان كيشوف فيها كاميرون تما في الطوموبيل، وجاوها شي شوفات اللي ماشي عاديين، وبحال اللي شي واحد لداخل ديالها كيقول ليها هربي. قالت ما يمكنش الدر الراجل راه مزوج وراه على غير هادشي كنتخايل وصافي. فغادي ترجع غادي تركب في الطوموبيل. فغير ركبت في الطوموبيل غادي تلاحظ بان واحد الصندوق حداها كاع ما كان. فهنا غادي تزيد تخاف ديال بصح، ولكن غادي دوزها بشريبه ديال الماء وغتكمل معاهم الطريق. فهما عارفين غاديين في الطريق، غادي يقولوا ليها باللي راه كاينين شي كهوف جليديه معروفه في هذه المنطقه هذه، شوفوها بالزربه ومن الناس انت شوفي معنا ومن بعد نكملوا طريقنا ونوصلوك فين بغيتي. فكولين ما لقات ما تقول، قالت لهم صافي ماشي مشكل. المهم غادي يعوجوا الطوموبيل، غتعوج الطريق وغادي تمشي في واحد الطريق ترابيه وغادي يبقاو غاديين. كولين كتلاحظ بان ما كاين لا كهوف جليديه لا حتى شي حاجه، غير الخلا والقفار،
حتى لواحد اللحظه غادي توقف الطوموبيل. فغيوقف الطوموبيل غادي يهبط كلشي وغتهبط حتى كولين. هنايا كاميرون غيستغل الفرصه وغادي يجي موراها ويحط ليها موس في عنقها وغادي يقول لها الا درتي شي حركه غادي نقتلك هنايا وغندفنك. فكولين ما لقات ما دير غير انها تمتثل داكشي اللي كيقول لها. فغادي يقبضها وغادي يبقى جرها حتى غادي يوصلها للطوموبيل وغادي يشد ليها الراس ديالها ويحشيه في داك الصندوق اللي كان حداها. اللي ما كانش عارفه كولين هو ان ديك الصندوق اللي كان حداها هو عباره عن آلة ديال التعذيب واللي كان في الوزن ديالها 9 الكيلو واللي كانت مبطنه من الداخل باش تعزل الصوت. انا كاميرون غادي يبزز على كولين باش انها ما ديرش شي حركه حتى يوصلوا للدار. فمورا ما وصلوا للدار وبطها اللاكار. وكلنا كنعرفوا ان الاغلبيه ديال الجرائم يعني اللي في الغرب اغلبيه ديالهم كنسمعهم انهم وقعوا في لاكار، حيت ديك البلاصه كتكون يعني ما تسمع لا صوت، كتكون يعني منها الارض. باغي يهبطها غادي يحيد ديك الاصبع على عينيها وغادي تشوف بزاف ديال الالات ديال التعذيب في كل بلاصه واللي كانت ما عارفه عليهم حتى شي حاجه، يعني ما عارفاهمش كيفاش كيصلحوا. ولكن اللي كانت متاكده منه انها طاحت في يد ديال واحد حمق بكل ما تحمله الكلمه من معنى. ففي البدايه كنا كنظنوا بان كاميرون هو ذاك الاب والزوج الحنون والرومانسي والمتفهم والكابابل وبزاف ديال الخصال اللي مزيانين. ولكن في الحقيقه مورا ما تخرج من ديك الثانويه كانوا كيراودوه شي افكار شيطانيه، فكان كيحب الاستعباد ديال الناس وبالضبط النساء، لدرجه انه كان كيتخيل راسو مستعبد بزاف ديال النساء وكيعذب فيهم. فكان كيقلب على كتب ومجلات اللي كانوا كيهضروا على مواضيع الاشخاص اللي عندهم نفس هاد الافكار الشيطانيه ديالو، فكان كيستافد منهم وكياخذ منهم افكار اللي غادي يستعملهم في المستقبل ديالو. فمن بعد ما تلاقات جانيس الزوجه الاولى ديالو غادي يستغل النقطه ديال الضعف ديالها وغادي تكون هي اول ضحيه ديالو. غادي مات عليها التهديد في اول لقاء ديالهم في واحد الغابه، ولكن جانيس غادي تكمل معاه حيت مورا ما وقعت ديك الواقعه زاد حن عليها. فكما كنت كنقول لكم في الاول كان شرط عليها واحد الشرط انها غتشارك معاه بعض الهوايات، وراه الهوايات ديالو هما هادو ومازال زيد كمل معاه. يلا وشوف انت هذا. فالمهم مرور ديال العام غادي تعيا جانيس من هاد الحياه اللي كيعيش معها وغادي تعيا من ديك الشخصيه الساديه ديالو وداك العذاب اللي كان كيعذبها، وغادي تقول ليه باللي راها بغات تولد وخصو ضروري يحبس معاها هاد التعذيب اللي كيدير ليها. فغادي يقول لها واخا ماشي مشكل غادي نقبل ولكن بشرط، هو عاوتاني غيشرط عليها. قال لها الا بغيتي نحبس معاك هاد الشيء، نحبس عليك هاد التعذيب اللي كنعذبك، ضروري خصني نلقى ضحيه واحده اخرى اللي غنطبق عليها هاد الشيء. فجانيس بقات كتشوف وغادي توافق وغادي تقول ليه ماشي مشكل نقلبوا لك على ضحيه اللي غتطبق عليها هاد الشيء ولكن بشرط. هي غتشرط عليه. غادي تسمع بعدا معايا الشرط شنو هو. غتقول ليه الشرط ديالي هو انك واخا تجيب الضحيه عذبها كما بغيتي ولكن ما تقربش ليها، يعني ما تعداش عليها. فكاميرون وافق ومن هنايا غادي يبدا موسم جديد واللي هو انه كان كيمشي في الصباح للخدمه وفي العشيه كيرجع كيهبط للكاب ديالو وكيصنع الات كيوجدهم للضحيه اللي غادي يجيب. فكان كيصنع الات وصلت به الحماق والجنون انه كان كيطبق دوك الالات اللي كيصنع في الزوجه ديالو وهي حامل، باش زعما كيجرب واش داكشي قاضي الغرض ولا لا، باش غير يجيب الضحيه يكون داكشي واجد. شوف الافكار الشيطانيه ديالو شنو هي. فالمهم كما قلنا مورا ما جابها غير هبطها لذاك لاكاب غيبدا معها اول مرحله ديال التعذيب، هو انه غادي يعلق عليها يديها في واحد القصبه بحال هكا وغادي يبقى يشحطها، يبقى يضرب وهي كتغوت. راكم عارفين فاش تكون مثلا اول مره تروح شي حاجه كتكون واحد المقاومه. فالمهم هي بقات كتقاوم كتغوت، هو عاد كيزيد يضرب شويه، هو يقرب ليها
لحدا ودنيها وهو يقول لها غتزيدي تغوتي غادي نقطع لك الاحبال الصوتيه ديالك وشوفي الساعات باش غتقدري تغوتي. بالمناسبه راني فايت ديرها قبل. شوفوا المهم غادي يسالي مع هذيك النهار وغادي يطلع الفوق وغادي يرجع عاوتاني وهو هاز معاه داك الصندوق اللي كان معاه في الاول في الطوموبيل. فغادي يشدها ويرد ليها ديك العصبه ديال العينين وغادي يحشيها عاوتاني في داك الصندوق وغادي يسد. واللي حبسات حد هنايا ما حبساتش حد هنايا، عشا عاود يطلع وغادي يرجع عاوتاني لعندها وهو هاز معاه صندوق واحد اخر اللي كبير بزاف اللي كان بحال الشكل ديال التابوت، وغادي يشدها وغادي يخشيها تمايا فيه صندوق فوق صندوق وغادي يخليها تما في داك لاكاب. ما كفاش ولد الحرام ديك الخنقه اللي مخنوقه في لاكاب اللي راه سد عليها في لاكاب زاد عليها صندوق، وما كفاش عاوتاني صندوق زاد عليها تابوت اخر. وشوف الافكار ديالو هو كيفاش دايرها. ولكن هو في الاصل هو يعني ما غيستافد والو، يعني هو اصلا جايبها غير باش يعذبها. هذا هو يعني كنقولوا حنايا هو الهيت ديالو هو انه يجيب داك الشخص يمارس عليه كاع الافكار الشيطانيه ديالو. فلا ما دارش هادشي بحال ما استافد والو، فغادي يخلي هذيك الليله وغادي يمشي. فبلا ما نقول لكم النهار الاول كيفاش داز عليها من الصهد وتحرك ما كانش تحرك لها كتبقى في حركه وحده والعرق والاكسجين ناقص. فالشي اللي غادي يزيد يخلع هو ان كولين من اليوم الفوق غادي تعيش نفس المصير كل يوم، العذاب والصندوق، العذاب والصندوق، العذاب والصندوق. فكاميرون كيمشي لخدمته في الصباح وفي العشيه كيرجع يعذب فيها. كان ولد الحرام كيحبسها ما بين 22 حتى 23 ساعه في النهار هو حابسه بداك الصندوق وكيطلعها غير الا بغى يعطيها الماكله، وماشي اي ماكله، غير ديك الشياطه اللي كتشيط ليهم من الماكله اللي كياكلوها، يعني بحال اللي كيعطيو شي كلبه حاشاكم. فالمهم غادي تبقى الامر بحال هكاك لمده ديال 4 شهور. فغير دازت ديك 4 شهور بدا كيسمح لها شويه باش انها تزيد في الوقت اللي كان كيخليها، وغادي يبدا يسمح لها شويه بشويه حتى غادي يولي يخليها تطلع للفوق، ماشي لبرا وانما تطلع للدار باش تعاون الزوجه ديالو في الشقه. بالمناسبه كانت كل هذا الوقت وهي مشدود ليها عينيها ديك العصبه، يعني ما كتشوف والو، يعني ما كتعرف اصلا داكشي اللي غادي يدير ليها هو ما كتعرفوش. تخيل دابا معايا مسدوده لك عينيك بعصبه وما عرفتش شنو يقدر يوقع لك، واش غيضرب بشي ضوء ولا غادي يدير لك شي حاجه، ما عارف شنو يقدر يوقع. فالمهم غادي يضطر باش انه وحيد لهذيك العصبه باش انها تبقى تطلع تعاون الزوجه ديالو. مورا ما حيد لهذيك العصبه كانوا الحواس ديالها تضروا بزاف، فكانت نقص ليها النظر ونقص ليها السمع ايضا، حتى الحركه ديالها يعني ولات ضعيفه بسبب ديك عدم الحركه والبقاء ديالها بداك الصندوق لمده طويله. هاد زيد داك التعذيب اللي كان كيعذبها. فغادي يبقى الحال بحال هكاك حتى ليناير من السنه ديال 1978، وهنا غادي يعترف ليها بواحد السر خطير. فشنو هو هاد السر؟ نقول لكم في الجزء الثاني من القصه ديالنا.